السلام عليكم شباب، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. اليوم معنا بنسوي لكم طريقة عمل الزربيان بالطريقة العادية. تحتاج نص كيلو لحم، كم حبة بطاط، نص أو ربع راس ثوم، الرز حسب ما تحب، يعني أنا عامل كوبين ونص، ملح، بهارات الزربيان وبصل وزبادي وزعفران. إذا ما عندك زعفران تقدر تحط صباغ الرز، أنا أحب أبلل الزعفران مشان يطلع لونه من وقت. خليكم معنا وبنعطيكم الطريقة خطوة بخطوة. بالنسبة للبصل، البعض بيقول البصل كثير. أي البصل تقريبا تحط نص كيلو، لأنه أساس الزربيان هو البصل واللحم. حطينا اللحم في الغدر يا شباب. البصل زي ما انتم شايفين حمصناه لوصل لمرحلة انه يكون لونه ذهبي، ما يكون أسود. تحطه فوق اللحم. وهنا معانا البهارات والثوم والملح، نحطهم كمان. ونضيف البطاط، وتبقى معنا مرحلة واحدة. بالنسبة للزعفران والرز مش الآن، أول بنجهز المكونات تبعنا. بنحط الزبادي أو اليوغورت، هذا الزبادي. طبعا تحط يا 3 زبادي يا 4 زبادي، أي معادل 500 جرام زبادي أو نص لتر زبادي. احنا باليمن نسميه زبادي، في بعضهم يسموه حليب، في بعضهم يسموه رايب، ما ادري ايش، كل واحد على حسب مدينته. بالالماني يوغurt. وبعدين تقلب، تحاول انك تقلبها لما تحس ان البصل انهرس مع الزبادي بقلب برجع اوريكم. بالنسبه للملح يا شباب لازم تطعم، طعم الملح مناسب او لا، والبهارات اذا حابب تزود له او تخليها مضبوطه. التقليب زي ما قلت لكم تقلبه لما يتجانس، زي ما انتم شايفين كيف تجانس وصار مخلوط كله مع بعض تمام. اول شيء توصيل الغاز على اعلى شيء، يعني على رقم 5 6، وتقعد تحركه لين تحسه بدا يغلي. بعد ما يبدا يغلي بنغطيه بالقسطير ونحط له غطاء وعلى نار هاديه اقل شيء نص ساعه. بعد ما صرنا نقلب عليه بحدود 5 دقائق، وزي ما شفتوا تجانس كل شيء مع بعض. الان في المرحله هذه بننزل النار على رقم 2، وبنسكر عليه بالقسطير باحكام، ونقفل عليه بالقسطير. وبعد ما نضبط القسطير، ورق الألمنيوم، ورق السلوفان، ما نحط عليه الغطاء لمدة نص ساعة. ما تفتح عليه قبل نص ساعة لأنه على نار واطية ما بينحرق. بعد النص ساعة تفتحه. بعد نص ساعة بنفتح عليه. بالنسبة لأني متعود إن الفرن اللي عندي مضبوط على رقم 2 يصير مطبوخ. أنت بعد نص ساعة بتفتحه، بتتأكد هل هو استوى ولا لا. إذا كان مستوي بنحط عليه الرز. تحضير الرز، نحط شوية زيت، ونضيف عليه ورق قار وليمون وهيل وقرنفل، نضيفهم، نحمصهم شوية ونرجع لكم. حمصناهم شوية نحط عليهم المي. بدل ما يغلي نحط الرز والملح، ونخلي الرز يستوي نص استوى فقط. بعد ما سلقنا الرز نحطه. وهنا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هو نضيف الزعفران عشان يعطينا لون الزربيان. والآن نغطيه ثاني مرة ونحطه على النار لمدة 10 دقائق على نار واطية، وإن شاء الله يكون جاهز. وصلوا على النبي واذكروا الله، وخليكم معنا نشوف آخر شيء كيف يكون الزربيان شيء لا يقاوم عند الأكل. لا تنسوا دعمكم للقناة ومشاركة الفيديو، وهذا الشكل النهائي للزربيان. وبالعافية على قلوبكم، ولا تنسونا من دعاكم، والسلام عليكم.